حاجي لعبة حلوة بصير وفي اوفسايد. تسلل على ولعبة الى لايتن كولينز اللي راح ينفذ الكرة، وحارس المرمى الى خارج الملعب. الخروج غير المنطقي ربما يكون لبن ذكرى، ربما يسبب بعض المتاعب. ديوري حاول يبعد الكرة وفي خطأ على ديوري، دخول غير قانوني. شوف ضد بدر الدين حاجي مع المغرب نهائيات 94 في الولايات المتحدة. خطأ تتنفذ من صابر الى لايتن اللي يلعب في ابيدين. في خطأ، كرات العرضية تسبب ازعاج لبن ذكرى، وتوقيت حلو من بن ذكري. صابر يلعب داخل المنطقة، ما في متابعة من شيبو ولا من كاماتشو، وتصبح الى رمي التماس. الكرات العرضية للفريق المغربي لحد الان غير مجدية. خيري وهذه بصير، صلاح الدين بصير والهدف الاول، والبصمة رائعة لبصير في مونديال فرنسا. لم نشاهد كثيرا من بصير، ولعب في منتهى الروعة. شوف بصير على طول في المرمى. لايتن يبقى وحيدا لا يفعل شيء. الدقيقة 22 تماما. بصير اللي مكنارا والى ضربة ركنية عكس الكرة. وبن ذكري عكس الكرة، ولكن الى خارج الملعب. جدوى لحد الان الكرات العرضية لا تشكل كثير. كاماتشو في تسلل على كاماتشو. شوف فيه التسلل امدين الى خارج الملعب. ضربة مرمى امازين. كرة غير ديوري الى خارج الملعب. شوف التسديدة القوية من ديوري. لامبرت داخل المنطقة، وبن ذكري وجود اكثر من 3 لاعبين داخل المنطقة. شيبو مهيأ انه يسدد والى خارج الملعب. شيبو والمحاولة رائعة من شيبو. وبن ذكري مرة اخرى المحاولة الاسكتلندية لا تزال مستمرة، وابعاد الكرة يتم. شوف اشتراكه مع جالاكير. دخل كاماتشو ومع بصير ايضا، والى لايتن. هذا حاجي يعكس كرة، وكاماتشو وحارس المرمى لايتن. محاولة الفريق الاسكتلندي وتسديدة الى بن ذكري. تسديدة من كولينز. وهذه محاولة بيرلي وبن ذكري. بيرلي في مواجهة قوية. شوف هذا بيرلي، مواجهة قوية مع بن ذكري. يأمل بيرلي اللاعب الاسكتلندي الشهير. وبن ذكري جالاكير الى خارج الملعب. هذا جالاكير اللي يلعب في بلاكبون روفرز.
هدف كاماتشو داخل المنطقة. كاماتشو وشالها من امامه، شالها ديفيد وايد. حاجي سدد حاجي وفي ايد لايتن. حاجي اللي يتواجد مع ديبورتيفو لاكارونا. جالاكير وابعاد الكرة يتم من لتريكي. بصير في مواجهة مع لايتن. ضاعت اللعبة، ضاعت من هنري. لعبة في مواجهة بين بصير ولايتن. قدم بصير مع حاجي ويسدد اللعبة، يسدد ولكن الى خارج الملعب. في الجهة الاخرى كان حاجي. كاماتشو بصير والى خارج الملعب. هذه الشوط الاول هنا في سانت تيان وفي كوفي قيشار. تقدم المنتخب العربي المغربي بهدف عن طريق الواضح بالصحاب المغربي والمنتخب الاسكتلندي هنا في مدينة سانت تيان وعلى هذا الاستاد، استاد كوفي قيشار، بعد ان تركنا الشوط الاول بتفوق مغربي بتفوق عربي بهدف عن طريق كاماتشو داخل المنطقة. يا سلام، خارج الملعب. روعة روعة. كاماتشو والهدف الثاني. برافو كاماتشو. 2 المغرب. رائع كاماتشو والهجمات المرتدة مجدية. دفاع قوي مع ترتيب هجمة وبداية الشوط الثاني رائعة جدا للمنتخب الاسكتلندي. وبن ذكري رائع في صد الكرات المواجهة. بصير في خطأ وانذار. بيرلي طارد فعلا. القانون الجديد للاتحاد الدولي الفيفا، العرقلة من الخلف من بيرلي، بالتالي يطرد. قرار سليم جدا. خطأ لصالح المنتخب الاسكتلندي. وتسديدة قوية من جالاكير. كيفن جالاكير مع بلاكبيرن روفرز. انضم وهو في التنظيم. هجمة والتسديد ولكن الى خارج الملعب من بويد. التسديد كان من توم بويد اللي يلعب مع سيلتيك. بصير امزن الى خارج الملعب. تسديدة قوية من امزن. غريب امزن هو المحافظة على الكرة. وبن ذكري لامبرت وبن ذكري. واجهة مع لايتن. عزوزي تعرقل فيها عزوزي. لا تزال المحاولة. عزوزي الى خارج الملعب. رشيد عزوزي اللي دخل قبل شوي، يدخل ويسدد والى لايتن. داخل المنطقة بن ذكري. حاجي كاماتشو. بصير برافو. بصير داخل المنطقة. يبدو رائع البصير والهدف الثالث. يوم عربي رائع هنا في سانت تيان. أمسية مغربية عربية رائعة جدا في كوفي قيشار. صلاح الدين بصير 3 أهداف رائعة جدا. شيبو تسديده الى خارج الملعب. الاسكتلندي وبن ذكري الى خارج الملعب.
خوسي بصير الى خارج الملعب. حاجي يدخل منطقة وتسديدة قوية من حاجي، ولكن الى خارج الملعب. السلام عليكم. كما شفتوا الاخوان، ماتش زوين رائع في كل شيء. يعني كان ماتش تاريخي ديال المنتخب المغربي كاس العالم ديال 98. وللاسف يعني شفتوا ريم هشام المدرب ديال المنتخب كيفاش كان كاعي معصب رغم انه فاز 3-0. علاش؟ كلشي كيعرف بان شنو وقع هو ان البرازيل تعادلات في الدقيقة الأخرى وعطات بيلانتي للنرويج باش يتعادلوا، وكاين اللي تيقول بأن هادشي دارتو بالعين ضد في المغرب باش يدوز غير النرويج والبرازيل احتقارا بالدول العربية. المهم هادشي كيبقى في علم الغيب، الله أعلم. إذا تحية لكم جميعا، وإن شاء الله في شي فيديو آخر بحول الله نشوفو نتمتعو ونشوفو التاريخ ديال الكرة ديالنا وتاريخ الكرة العالمية. تحياتي لكم والسلام عليكم.